السلام عليكم، كيفكن؟ شو رأيكم بأكلة مقلوبة منظرها بشهي وطعمتها ولا أطيب؟ خليني حضرها أنا وياكم سوا، بس لا تنسولي الصلاة على النبي بالتعليقات حتى نبلش سوا. وشوفوا لي هالمنظر لحاله حيخليكم تكفوا الفيديو وتشتركوا بالقناة إذا ما انكم مشتركين، ولا تنسولي اللايك. ويلا بسم الله خلينا نبلش. عندي هون كيلو باذنجان رح أشره وأقطعه بالطول، طبعا ما رح أقطعه بالعرض حتى ما يغيب زيت، ورح أقسمهم لنصين، نص حتكون القطعة صغيرة ونص حتكون كبيرة، يعني بهالشكل هاد مثل ما شايفينه. ورح ملحهم واخدهم على القلي. طبعا هون قليتهم وكنت ناقعة 4 كاسات رز قصير، هون نقعتهم ورح حضر اللحمة. هي عبارة عن معلقة سمنة ولحمة حسب القدرة، ومعلقة فلفل ومعلقة ملح. هون خلصوا الباذنجانات واللحمة، صفيتها بالسفل وبلشت صف الباذنجان هيك بهالطريقة على الجناب وبالنص. والرزات رح احط لهم معلقة 7 بهارات ومعلقة فلفل اسود وشوية ملح، وحركتهم شوي. وطبعا هلا بدي اضيفهم فوق الباذنجان. ضفت الرزات وانا كنت محضره مكعبين من مرقه الدجاج، ما بعرف اذا انتم بتحبوها ولا لا، بس هي كتير بتعطي طعمه طيبه. ضفتهم فوق الرزات ودوبتهم بالمي، وضفت 4 كاسات مي طبعا مع مرقه الدجاج. وهيك رشيت رشه زيت نباتي. واخر شي بس نشفت المي رح هدي على الرزات وضيف عليهم معلقه سمنه، وهيك استوت اطيب اكله بالعالم. يعني عن جد بتشهي، شوفولي يعني ما شاء الله مثل قالب الكيك. طلعت معي بتشهي واشتهيتكم فيها. عن جد جربوها، ولا تنسوا تدعولي وتصلوا على النبي بالتعليقات، لانه الطعمه بتجنن والمنظر لحاله بشهي. وفيكم طبعا انتم تزينوها بمكسرات، انا بناتي وعيلتي ما بتحب المكسرات، فلذلك اختصرت القصة كلياتها وقلت لحالي بلالي اني حط مكسرات. شوفوا ما شاء الله عن جد كالرزة واختها بياخدوا العقل. ألف صحة على قلوبكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك حلو مثلكم. باي باي.